اليوم بعد ما جف عندنا نهر دجلة ونهر الفرات وانتهن النهرين ببلدنا العراق، اليوم نودع النهر الثالث كريم العراقي، وللأسف نودع النهر الرابع ياس خضر. الشمس شمسي والعراق عراقي، كريم العراقي تركنا وترك خلفه كلمات من الممكن تجسد واقعنا العراقي وما نعيش به. رحل كريم العراقي، ولكن هالكلمات اللي بقت راح نقدر انه نستمع لها ونقدر نصلح ما بداخلنا من خلال كلماته. تايبين ولا نمر مرة بدربكم، ايش قد نتوب من هالسياسيين، ولكن نرجع لدربهم وننتخبهم نفسهم. زين ياس خضر هل نقدر ناخذ بعض كلماته اللي تجسد واقعنا؟ يا حمد وغيرها وغيرها وغيرها، كل هذه اللي ترك لنا اياها ياس خضر وترك لنا اياها كريم العراقي. وللأسف نهر الفرات ونهر دجلة اللي جفن، ومن الممكن راح تكون عندنا شحة المياه. ولكن اليوم ما نقول غير انه الرحمة والغفران اكيد الياس خضر والكريم العراقي والكل شهدائنا والكل موتانا، نتمنى لهم الرحمة والغفران. ولكن اللي نتمناه دائما انه نشوف هذا الوطن بخير، ونشوف العراق يرجع اجمل واجمل واجمل، وما نشوف اي بشر يتسلط علينا ويحب فقط يستغل الوطن. لا، نريد اليوم شخص من يجي يحط العراق بقلبه ويحط الشعب بقلبه ويشتغل لهذا الوطن. هو مجرد حلم اللي انا دا احكي، اكيد حلم، اكيد كل هذا اللي دا احكي اكيد حلم، ولكن اكو رب العالمين اللي يجعل هذا الحلم حقيقة. ونتمنى يكون هالحلم حقيقة، ونشوف بلدنا خالي من الاحزاب وخالي من الميليشيات وخالي من كل إنسان يحب يأذي هذا البلد، ونشوف بلدنا بخير. ومرة أخرى نقول الرحمة والغفران لإلياس خضر والكريم العراقي، ونتمنى من دجلة والفرات يرجع لنا ويرجع المياه دجلة والفرات. فقدنا ياس خضر وفقدنا كريم العراقي، ولكن إن شاء الله ما نفقد الأمل بدجلة والفرات. كل الحب والسلام والاحترام.